الجو مطر، شايفين الجو عامل ازاي. بس نزلت البازار. ونقول يا صباح الخيرات والهنا والسعادة عليكم، صباحكم كله خير وبركة ورضا من الرحمن. عاملين ايه يا بناتيتي؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا رؤية مصرية عايشة في تركيا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب علشان عائلتنا تكبر كمان وكمان، ويا رب دايما يجعل زيادتنا في الخير. واهلا بكل البنات الجديدة القمر اللي انضمت لينا. النهارده فيديو هيبقى ترتيب كده المطبخ. وهنزل اجيب البنات معاكم، التلج هينزل علينا في الشارع وهنروح البازار وهنعمل اكله شتويه خطيره، صحيه جدا جدا ومغذيه جدا وتركيه كمان. بس هي بتتعمل بكذا طريقه، انا هعملها لكم بطريقه ايه صحيه شويه. بس كده. وعشان احنا بما ان احنا بناكل كتير في الشتاء، فنحاول على قدر الامكان ندخل حاجه صحيه في جسمنا يعني. لان انا قلت من العادات اللي انا عايزه ابدا فيها ان شاء الله، انا بحاول اعمل كده، بس اللي هو لا، كل يوم على الاقل لازم ناكل حاجه صحيه. حتى لو هناكل حاجات كده وكده اللي هي معجنات حركات مش عارف ايه كده، حاجات حلوه، بس في نفس الوقت لازم ندخل جسمنا في اليوم حاجه صحيه. الجو فعلا برد جدا، والواحد طول الوقت فعلا جعان، بس حتى لو جعان لو كلنا حاجه صحيه احسن ما ناكل الحاجات التانية دي. بناكل الحاجات التانية وكل حاجه، بس برضو يعني بس انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، يا رب تكونوا بخير. فان شاء الله النهارده الفيديو يا رب يعجبكم. وطبعا لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك، لان بجد انا حاسه ان اللايكات على الفيديو بتبقى قليله. وطبعا ده مش للبناتيتي الامارات اللي بيعملوا لي لايك طبعا للبنات اللي بتشوف الفيديو وما بتعملش لايك. مش بتعملوا لايك ليه؟ وليه اللي بيشوف الفيديو لو اول مره يشوف ما بيعملش سبسكرايب؟ ممكن اعرف. في 55% اللي بيتفرجوا على الفيديو مش بيعملوا سبسكرايب. ممكن نعمل سبسكرايب واللايك، يعني اللايك ده هيشجعني ان انا اعمل فيديوز اكتر واكتر. لان الحاجه اللي انا بحبها بصراحه ان انا اعمل الفيديو، فاهمين؟ انا قاعده فاضيه، فاللي هو اعمل ايه؟ فاعمل فيديو. انا قلت الصراحه ان انا هنزل فيديوهين في الاسبوع، عشان حسيت مؤخرا ان انتوا بدأتوا تزهقوا وتملوا او تتفرجوش على الفيديوهات. فقلت لا، خليها بس فيديوهين في الاسبوع. على الاقل ايه، يبقى عندكم وقت كده كل ما ينزل الفيديو مثلا تبقوا تقدروا تتفرجوا يعني وكده. لان بصراحة نسبة المشاهدة قليلة جدا بالنسبة للناس اللي عملوا سبسكرايب يعني. بس كده. فزي ما انتوا شفتوا كان عندي حبة مواعين اغسلها على ايدي، غسلتها لان الخشبيات ما ينفعش ادخلها غسالة الاطباق. الجو برد عندنا جدا، درجة الحرارة بالسالب، بس مش مشكلة، عادي. هنعمل ايه يعني؟ هنحاول ونقاوم الكسل، عشان احنا اشطر كتاكيت في الكون وهنقوم وننظف ونرتب ونعمل كل حاجة ونشوف طبعا شغلنا. لان في الاول وفي الاخر احنا مش زي زمان بقى، مش بناتيت كده قاعدين عند مامتنا. لا، احنا خلاص بقينا مسؤولين. مش عارفة احنا بقينا مسؤولين امتى، بس انا بقيت انا بقيت ام. اللي هو انا عارفين اللي هو لسه شايفه بوست من شويه اللي هو انا بقيت ام يا ماما وعايزه اطفش من البيت واروح في اي مكان زي ما كنت بتقولي. بجد والله يعني. فعلا انا كده. بس الحمد لله على كل حال يعني، الحمد لله والله. بس بنحاول ونجاهد نفسنا ان شاء الله. وبحاول فعلا زي ما قلت لكم ان انا احافظ على البيت نظيف لاطول فتره ممكنه، عشان فعلا الجو برد قوي، فطول الوقت الواحد مكسل وعايز يفضل قاعد في السرير تحت اللحاف ما يتحركش من مكانه بجد. بس لا، شايفين المية دي كده بتشجعكم. قوموا تشجعوا كل اللي وراها حاجة شطورة وامور كده تقوم تخلص اللي وراها.
ودي النتيجة النهائية، خلصنا المطبخ. دي لحظات السعادة. بس هندخل على فقرة الغدا، يلا بينا. انا كان المفروض بقى هنزل اجيب البنات قبل ما اعمل الغدا، فقلت لازم اعمل فطار ليا سريع بسرعه. شفته سريع بسرعه، لا خدت بالكم من الحته دي والله بجد الفطار ده طعمه خطير خطير. حلو قوي قوي. اللي هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، البيض المقلي وعليه السيراتشا من فوق. الساندوتش ده في حته تانية بجد يا بنات، جربوه وهتتبسطوا قوي. هنا بقى كنت بجيب جيرو خديجه، شايفين التلج بجد؟ شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك، اللهم صيبا نافعا. بتمطر تلج. انا لسه جايبه جوري وخديجه من المدرسه. ايوه ماما التلج نزل عليا كلي. بصي عشان انا لابسه اسود شايفه كله باين عليا ازاي يا جوري. بصوا التلج، تلج مش بيعرف. جوري وخديجه فرحانين بالتلج. درجه الحراره غالبا -4. حاسه ان انا مش قادره اتنفس. وجبت طلبات للبيت، طلبات البيت وشايله الشنط. حاسه ان انا ام بطله. بصوا جهزت خلاص كده الخضار اللي انا هعمله، ودي لحمه مفرومه ماشي، والصينيه كمان اللي انا هحط فيها. بس وهنعمل دلوقتي الوصفه. هي في ناس بتقلي كل حاجه لوحدها، هي نسيت اقول لكم ان دي وصفه كفته بالخضار تركيه. في ناس بتقلي كل حاجه لوحدها، بيقلوا يعني الخضار، البطاطس والبتنجان والحركات والحاجات والفلفل وكده. بس انا مش بحب كده، انا بحب ان انا اعملها ني في ني عشان تبقى اخف يعني، لان كده كده اللحمه بتنزل دهون فاهمين. فانا هقطعها وهقول لكم الطريقه اللي انا هعملها بيها. سهله قوي يعني، سهله جدا. عشاء سهل وسريع او غدا ما بتاخدش وقت خالص خالص، وطعمها خطير خطير. زي ما انتوا شايفين كده انا بقطع الخضار سلايسز. دي تاني او تالت مرة اسجل فويس على الفيديو ده، مش عارفة فيه ايه، كل شوية الفويس يتمسح بس مش مشكلة الحمد لله. بقطعه كده سلايسز. ودي 400 جرام لحمة، هحط عليها ملح وفلفل اسود وسماق وبابريكا. بس كده، مش هحط عليها اكتر من كده، لان كده كده صينية الخضار نفسها دي زي ما انتوا شايفين فيها بصل وفلفل وطماطم وبتنجان وبطاطس. بس وبصوا انا اوقات بعملها مكعبات، ومش لازم ارصهم، بحطهم كلهم كده في الصينيه وعليهم اللحمه من فوق، بعمل اللحمه كور. واوقات بعملهم اللي هما البطاطس كده بعملها شبه الويدجز، وبعمل بقطع نفس الخضار برضو بنفس الشكل كده كبير شويه، وبحط عليه الكفته من فوق بشكل الكفته، يعني اللحمه قصدي من فوق شكل الكفته. ومره اوقات بحب اعملها كده برضو، برصهم كده واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده، وبرضو بتطلع خطيره يعني. هي ليها بصراحه كذا شكل وبتطلع فعلا طعمها تحفه وخطير وصحيه جدا ومغذيه جدا وجنبها بقى كده حبه رز ابيض. خلاص بقى يعني فاهمين كده. خلاص احنا لو اتدفينا والله بجد صينيه الدفا. بس شايفين شكلها اللهم بارك، والالوان الالوان بجد العين بتاكل قبل البق يعني، حتى لو بس هي الوانها خطيره اللهم بارك. بس شايفينه ده اتبقى وكده، فقلت هحطهم بقى من تحت برضو، ده خضار والخضار مفيد جدا وحلو جدا. قلت احطهم كده واحط بقى عليهم اللحمه كده من فوق. اهو شايفين انا اوقات بقى برصهم كلهم كده وبرص عليهم اللحمه كده، لو انا مكسله مثلا او انا ما عنديش وقت ان انا اقعد ارص كده بالواحده. وده الصوص اللي انا بحطه عليها، بحط دبس الفلفل ومعلقه دبس طماطم، اللي هو قصدي صلصه الطماطم يعني. لو انتوا ما عندكوش دبس الفلفل حطوا عادي صلصه طماطم وعليها ميه سخنه، وعليها بحط مرقيه وبحط ملح وفلفل اسود وحبه بابريكا كده صغننه.
بس كده. وبحط فيه توم كده على الصينيه نفسها، بفرم كده كام فص توم واحطهم، بس انا مصورتش الحته دي مش عارفه ليه. وخلاص غالبا الكاميرا مصورتش ولا حاجه. بس وبعدين بقى بحط ده كده على الصينيه، بتطلع يا بنات خطيره. خ... جربوا الصينيه دي على ضمانتي وحلوه قوي. لو انتوا عايزين تحطوها في الفرن على طول هتغطوها الاول بورق زبده وبعدين بفويل وتحطوها في الفرن، بس انا بحب اغليها الاول من فوق كده وبعدين بحطها في الفرن. غالبا بتاخد نص ساعه لساعه الا تلت كده. بس وهنا طبعا هعمل جنبها رز ابيض، بحط الزيت عادي والزبده وبعدين بقلب الرز كده وبعدين بحط عليه ملح وميه مغليه وخلاص كده خلص الرز، ما بحطش عليه اي اضافات. وكده خلصت اكلتنا الخطيره، اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض. عملت طبعا خلاص زي ما انتم شفتوا جنبها الرز، شايفين الرز ما شاء الله متفلفل ازاي. رز الشعلين بياخد كل كوبايه رز كوبايتين ميه مغليين. وخلاص شايفين الصينيه خطيره ازاي. انا واخده منها كده شويه في الاول عشان انا صورت ريل كده للانستجرام، لو مش متابعيني على الانستجرام فايتكم كتير، بنزل حاجات هناك حلوه قوي وبشارككم يومياتي يعني. بس وشايفين هنا خلصته. بصوا الخضار بجد دايب شايفين دايب دوب وخطير، وكله واخد من طعم بعضه بقى، البصل مع الثوم مع الصلصه مع البتنجان والطماطم والفلفل والبطاطس، كل الحاجات ما شاء الله متناغمه مع بعض ودايبه وطعمها خطير. بص من غير اي دهون خالص، وصفه صحيه جدا وبتدفي جدا ومغذيه جدا. شايفين بجد كان نفسي تكونوا موجودين وتدوقوها معايا، هتحبوها قوي قوي. هنا بيحبوا يدخلوا البتنجان في كل اكلاتهم، بجد هم هنا عاشقين للبتنجان. يعني في كمية وصفات بالبتنجان ان شاء الله هحاول اشاركها معاكم الايام الجايه. بس وهنا دلوقتي ده كان يوم البازار، نزلت كده كنت عايزه اشتري حاجات فقلت اخدكم معايا تتفرجوا، انا عارفه انتوا بتحبوا فقره البازار دي، بما ان قلنا تركيا والجو برد فاكيد شربات شربات شربات. هنا كانت 3 دول ب20. الشربات دي حلوه. وهنا هتلاقوا برضو مكان بيبيع ميك اب وبيبيع ادوات التجميل يعني. بس وده شكل البازار عندنا. البازار ده البنات اللي اول مره تشوفني، ده مكان سوق شعبي، بيبقى لكل منطقه ليها يوم في الاسبوع بيبقى فيه السوق ده. البياعين زي ما انتم شايفين كده بيعرضوا كل منتجاتهم وكل حاجاتهم. وبعد البازار ما بيخلص على الساعه 8 بالليل الشارع ده بيبقى نظيف وزي الفل. والبازار ده بيبقى مليان خضار وفاكهه ولبس زي ما انتم شايفين، كل حاجه انتوا تتخيلوها. في كمان ناس بيجيبوا الحاجات من القرى بتاعتهم وبداوا يعرضوها يوم البازار يعني. بس وهتلاقوا كمان عبايات ولبس. احنا بصراحه البازار ده اسمه بازار الاحد، موجود في افجيلار في شكري باي للناس اللي بتسالني يعني. وهتلاقوا طبعا بما ان الشتاء فاكيد السمك ده اسمه سمك همسي، الكيلو كان ب70 ليرة. وفي الدينيز كان ب150 غالبا او ب180. وده طبعا الكستنة ابو فروة مشهور جدا هنا. بس وهنا كمان هتلاقوا بتاع ستاير وبتاع مخدات وهتلاقوا شنط وكل حاجة هتلاقوها جوه البازار ده. Kardeşim. Bu plastik ne kadar? Aynı.
الجو مطر، شايفين الجو عامل ازاي. بس نزلت البازار. نص الطماطم ب30، خيار انا جبته ب22، والبرتقال ب20، الفراولة ب85. حاجة شكلها اللهم بارك حلوة قوي، بس هو عشان الجو مغيم هعمل كده.